السلام عليكم احبائي. اليوم رايح نقدم لكم تتبيله شواء تاع الدجاج ولا الاسكالوب. بعد ما قطعنا الاسكالوب تاعنا كما راكم تشوفوا، دروك نتبلوهم. نديرو الملح، مغرف لا موطارد، ياغورت طبيعي، ونديرو فلفل عكري، فلفل حار يابس احمر، التتبيله تاعنا هذه حاره شويه، واللي يحب الحار يقدر يزيد، واللي ما يحبوش ما يديرش كامل الحار. زيدوا الزنجبيل، فلفل الكحل، خلطوا كامل التتبيله تاعنا هذه مع الدجاج بيشرب كامل هذاك المتوك. كي نتبلوه نخلوه حوالي ساعه ولا ساعتين على الاقل في التتبيله تاعو هذه، ومن الاحسن تخلوه يبات ليله كامله. انا ان شاء الله راح نخليه يبات، وغدوه ان شاء الله نتلاقاو. صباح الخير عليكم. راهي 10:30 تاع الصباح، راني في الطبيعه كما راكم تشوفوا. الاسكالوب تاعنا راهم باتوا في المتوك تاعهم، واليوم راح نديرهم في بروش. لي بروش تاعكم هذو من المستحسن ان ديروهم في الماء ينتفخوا حوالي نص ساعه باكي تولوا تشوفوا فيهم ما ينحرقولكمش. راني راح ندير معاهم مربعات تاع البصله، مربعات الفلفله الطرشي، ومربعات تاع الطماطم. كما راكم تشوفوا نديروا قطعه تاع اللحم، ومن بعد نزيدوا نديروا قطعه تاع الخضار، ونزيدوا قطعه تاع اللحم، والنواه حتى نكمل البروش تاعي. ولا كان عندكم الشرائح تاع اللحم تاعكم كبيره تقدروا ديروا دو بروش بهذه الطريقه. بهذه الطريقه شدوا اللحم تاعكم مليح وما يقعدش يلعب لك في لي بروش ولا يطيح لك. تخليش فارغ بين الشريحه تاع اللحم وقتها شويه، ماشي بزاف، بال اللحم تاعك يطيب من الداخل. وهذو خدمناهم بالشحمه، اللي يحب الطريقه تاع الشحمه يدير الشحمه، واللي يحب الخضره دايرين بالخضره وبالشحم. بسم الله. هذو هما لي بروشات تاعنا بعد ما وجدناهم. ان شاء الله تسيو التتبيله هذه وتعجبكم. ما تنساوش ديروا الجيم وتشتركوا في قناتي ليصلكم كل جديد.